الناس اللي بتطلع أوائل دول بيعملوا إيه عشان يبقوا كده؟ هم أكيد دول عباقرة. انت فاكره ماسكة منك صح؟ بصراحة لأن مهما ذاكرنا بيكون آخرنا 70%، مش بنزيد عنها. طب بص يا صاحبي، الأوائل مش أذكى منك ولا حاجة ولا بيذاكروا أكتر كمان، كل الموضوع إن تفكيرهم بس مختلف. يعني إيه مختلف؟ يعني لما بيفتحوا الكتاب مش بيسألوا أنا هحفظ الدرس ده إزاي، لأ هما بيسألوا أنا هفهمه إزاي. طب ما في حاجات صعبة ومش بفهمها أحياناً. وإيه يعني يا صديقي؟ علمها أو سجلها في نوتة وكمل مذاكرة عادي، بس في نقطة مهمة جدا لازم تعملها بعد ما تذاكر. إيه هي يا أستاذ؟ بعد ما تذاكر حل أسئلة كتير جدا، مش فكرة ولا اتنين، لأ أفكار كتير، والسؤال اللي تغلط فيه علم عليه واكتبه وكمل، وبعدين اسأل فيه أو دور عليه أو حتى تعرف إجابته، بس عشان حتى لو جه شبهه أنت خلاص عرفته وعديت. بس أنا ما عنديش طاقة لده كله ومش بعرف أستمر ولا في مذاكرة ولا في حل أسئلة كتير. طب أنت إيه أخبارك مع ربنا في الصلاة والعبادة وكده؟ بصلي بس مش على طول. مش مستمر على الصلاة ومش قريب كفاية من ربنا، وده سبب تعبك وعدم استمرارك في الحاجة اللي انت بتحبها. قرب من ربنا وصلي، قلبك هيطمن وهتبقى سعيد رغم كل حاجة، لأن ربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبرضه قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خليك قريب من ربنا لأن هو اللي هينفعك في الدنيا والآخرة. يعني أبدأ منين دلوقتي؟ أول حاجة قرب من ربنا وصلي وكلمه في أي حاجة أنت عايزها، وابدأ باللي تعرفه، ولو غلطت ما تزعلش من غلطك بل اتعلم منه، وما تدخلش في جو المقارنات، قارن نفسك بنفسك، أنا كنت فين ودلوقتي بقيت فين. يعني أنا لو عملت كده هبقى من الأوائل؟ مفيش حاجة بتيجي من مرة واحدة، زي القمر مش بيكمل من ليلة واحدة، المهم إنك تبدأ وتعمل بالنصيحة اللي قلتها لك، وإن شاء الله ربنا يوفقك وهتبقى من الأوائل.